السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماركة راتو. طبعا ماركة راتو ديت نزلت ب 150 و200 و250 سي سي. ما نعرفش اصلها ايه وفصلها ايه وجاية منين، ولكن بجد منزلة موتوسيكلات شاسيهات قوية، امكانيات عالية باسعار ملهاش حل. لا وكمان نازلة بسكوترات، يعني هي ناوية زي الفيجوري كده، ولكن اقوى وامتن. يعني معانا السكوتر اللي قدامنا ده 150 سي سي، وطبعا هسمعك صوته في الفيديو. حرير، عارف يعني ايه مفيش نعومة، بمنتهى الامان. مساعدين، جنوط، ستايل عالي جدا. هي مشكلته بس في رسمة بطوط اللي عليه، اللي مدياله حاجة خفيفة كده. ولكن لو خدت بالك، شفت التشطيب، الفينش بتاعه رهيب. يعني تحس ان هو معمول كده ايه، حاجة على الرايق. 150 سي سي، تبريد هوا، الفرامل الباكم ورا وقدام، الجنوط كاملة جميلة. تانك البنزين طبعا كل حاجة زي اي سكوتر، اللي هو 5.5 لتر. هو سكوتر 150 سي سي عادي، ماشي في زي الاس واي ام وزي البيلا فيستا والكلام ده. هو واحد، لكن جودة، خامة، فينش نهائي، تشطيب، اضاءة، انارة، الحاجات دي كلها بجد مدياله انطباع وستايل عالي جدا، يتفوق على اي ماركة في السوق بفئة ال 150 سي سي وال 200 سي سي. يكفي بقول لك زي ما قلت لك كده، التشطيب والفينش بتاعه والصوت. اسمع. طبعا سمعت الصوت. السكوتر ده طبعا لسه نازل منه عينة اللي حضرتك شايفها، ممكن ينزل، وفي طبعا في عينات ان شاء الله ممكن ينزل. السعر بتاعه تقريبا هيبقى مثلا في العشرينات، زي الفئة اللي هي الاقتصادية او الفئة ال 150 الشعبي. طبعا لو نزل بالسعر ده او السعر بتاع الفئة الشعبية كلها، بيلا فيستا والاس واي ام والكلام ده، طبعا هيمحيهم، لان بجد خامة وجودة، وزي ما قلت لك فرامل سي بي اس. فالموتوسيكل كإمكانيات ممتازة، 150 سي سي، وتبريد الهواء، 2 مساعد و2 مساعد أمامي وخلفي، الإضاءة الليد، الستايل العالي، فرامل سي بي اس معاك، الشلتة ونظام الكهرباء السيمبل البسيط اللي أي حد يشتغل فيه بالسعر ده. وبعدين الجودة كمان، الثبات بتاعه، لا حاجة كويسة، حاجة فعلا تستاهل. فتقريبا كده الاصدارات اللي نازله من راتو هتاكل السوق خلاص. هي لو نزلت على كده فعلا مفيش واحد هيشكر في اي ماركه تانية حتى لو قديمه في السوق المصري غيرها. لان زي ما احنا شفنا، حتى لو هترجع للمنتجين او 3 اللي احنا عملناهم من شركه راتو، حاجه فخمه وقوه شاسيه رهيب. يعني انا كان نفسي افك الفبر ده كله واشوف الشاسيه بتاع السكوتر ده اللي فعلا كنت بتمنى اعمله قدام الكاميرا. لان بجد شركة راتو، شفت الموتوسيكل اللي فات الشاسيه عامل ازاي، والموتوسيكل اللي هو ال 125 اللي منزلاه شاسيه قوي جدا. فالشركة دي او الماركة دي ما نعرفش اساسها منين، ولكن رهيبة بمعنى كلمة رهيبة. انت شفت، انت متخيل حتى الجنط، تقسيمة الفورمولا ورا وقدام، حاجة خرافة. لا فعلا شركة راتو او ماركة راتو تستاهل، حاجة كويسة جدا وحاجة محترمة جدا وتستاهل، وبالاسعار الجميلة في السوق بالنسبة للغلا اللي احنا فيه. لا 1000000%. راتو رقم 1 حتى الان في السوق المصري. انسى بقى اي حاجة تانية، وراجع الفيديوهات وراجع الخامات والشكل. العين بس تثبت الكلام ده كله، يعني العين بس بتفاصيلها احسن من المواصفات والكتابات. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمة الله.